عم شاوب متأخرين على الهوا، متأخرين على الهوا. انا ايه البرنامج بتاعنا اللي انا عايزه. الله ايه، ما كلهم بيتاخروا عليها والناس بتستنى. بس انت ما ينفعش تأخر يا عم شاوب. يا حبيبي كنت بطلع البطاقه بتاعت العيش اللي اسمها الكارت البطاقة الذكية. الذكيه. طب وكانت الورقه دي غبيه؟ انا عارف. والمعامله هناك يا ميار صح؟ ازيك يا عم شاوب الاول؟ معامله ما اقولكيش. معلش يا عم شاوب. يا عم روح احكي لي بقى المعامله دي بعد بقى الهوا ان شاء الله، بس عايزين نلحق الحلقه الناس بتاعتنا. الناس قرفانه يا ميار. معلش معلش يا عم شاوب. الناس داخله خارجه يثبتوا في خط ساخن، في تكنولوجيا دخلت مصر. نستعلم عن البيانات ونصححها. لا نبقى نشوف ده في حلقه بقى على بعضها كده، حلقه كامله. دلوقتي نبدا حلقتنا. مساء الخير عليكم مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده مع كلام شاوب. النهارده هنبتدي حلقتنا، بس في البدايه نرحب بضيفنا الجهبذ الكبير عم شاوب. اهلا بيك يا عم شاوب. ايه جهبذ دي؟ انا جهبذ؟ على فكره عم شاوب جهبذ دي مش شتيمه، انت من الجهابذه العظام. يا ستي عظام نسا وتوليد اي حاجه. احنا حلقتنا النهارده مع عم شاوب عن التعليم، وزي المقوله الشهيره العلم نور. طبعا العلم نور. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه ينفع كده؟ فين الجنريتور؟ العلم قطع من مصر يا ميار. مبروك يا اخوانا يا حبايبي. طيب يا عم شاوب معلش عشان نروح دلوقتي الفاصل ونرجع مرة تانية نواصل حوارنا معاكم. الفاصل فين؟ في الضلمة دي شوفوه ازاي؟ هو بتاع ال 20 جنيه لسه موجود يا حبايبي؟ شكله كده عم شاوب. الولد اللي هناك اللي بيهرش في قفا صاحبه ده استاذة منى، الولد ده يجي لي على المكتب، انا هظبطه ظبطه ولا ظبطة الساعة. ماشي. اعزائي الطلبة، انا احب اوجه الشكر للاستاذ ابراهيم القاضي الذي بذل مجهودا لا يستحق اي شيء في الاذاعه المدرسيه، وعمل لنا اذاعه شكلها رائع. انا بشكرك. انا بشكر حضرتك يا استاذ شاوب وبشكر لا علي صوتك، العيال ما سمعتش الشكر. انا بشكر حضرتك يا استاذ شاوب وبشكر كل الساده. انا عارف مرتبط من الفرحه. الفرحه يعني. اتفضل. تشكر مين تاني؟ لا حضرتك والمسؤولين. لا كفايه ضحكك، الاذاعه شكلها لطيف. زميلنا حمد، انا بقول زميلي لان انا جيت لقيته في المدرسه صراحه انا اقدم مني 15 سنه سقوطه، بيسقط. هتقدم ايه النهارده يا حمد؟ شكرا يا استاذ ارنوب. ارنوب، طب اقزع على الميكروفون يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الساده المشاهدين. هو بيحل الماتش. اتفضل. مدير العديد، مدرسين الاعزاء، تحيه طيبه. وبعد خطاب حمد على فكره لا كان لا بيتكلم ولا بيمشي، كان بيزحف. ما الحمد لله. اللي بعده معاكم صفاء حسنين بثيوني ابو الخير. جت على الخير بثيوني وصفاء. يلا. هل تعلم ان اطول عمر تعيشه الذبابه 14 يوم؟ يا اختي صعبت عليا. يلا. هل تعلم ان التمساح يبكي عندما يفرح؟ اللي بعده الطالب. ناجي نجدت. حكمة اليوم. حكمة ربنا ننزل لك، ما تشبش. اتفضل. تكلم كثيرا مع نفسك تكن أكثر ذكاء وليس غباء كما يعتقد الآخرين. حلوة المقولة، تكلم مع نفسك بس ما تقعدش معاها كتير عشان نفسك أمارة بالسوء. يا شيد حكمة اليوم. إذا أحببت شخصا بشدة اربطه بأستك، لو مشي هتعرف تجيبه، ولو ما رجعش سيب الأستك يسعه. طبعا نوع الاستك مهم. اللي بعده يا استاذ ابراهيم، الولد ده شكله لا باين عليه شكله كويس. اتفضل. جعران خميس جعران ثالثه رابع. بس اسمه مش كويس. ماشي. النشيد. أياس القلب لا تحزن فذاك الحب انفكشن، فلن تجدي عقاقير ولن تشفيك انجكشن، فكم من عاقل فطن مضى بالحب دايركشن، ستنكره وتنساه ولن يبقى له منشن. الله، فرانكو ارابي يا استاذ ابراهيم هايل. فلا تنزل له شعرا ولا تكتب له سكشن، ولا يحزنك من باعك فقد اخطأت سلكشن. والنور رجع خلاص مشاهدينا، ورجعنا بعد الفاصل. وبعد ما النور رجع منورنا يا عم شاوب. ده نور الجنريتور يا ميار، نور الجنريتور. بس ايه الفيديو الجامد ده يا عم شاوب اللي احنا شفناه؟ والله ده انا صورته ابان الاحتلال. كان على شرايط ال1 انش، اللي ما يعرفش الانش هي البوصه. ايوه. ونقلناه بقى على يعني موال كده طويل. بس هي كانت مقرفه.
كانت مدرسه فاشله. بس ذكريات جميله يا عم شقوب برضه. يا شيخ انا جميله ولا بتاع. معلش يا عم شقوب انا بستأذنك، هنروح دلوقتي نشوف النشره لزميلنا زكي ابو العنين ونرجع مره ثانيه للاستوديو. انا اسمحي لي اقول حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل برضه. بعد فساد شركة خذوا بالكم من عيالكم في تأمين طلبة الجامعة، تقدمت إحدى شركات نفخ الكاوتش المشهورة في طلب تأمين الطلبة، وتتعهد هذه الشركة بضبط زوايا الطلبة وترصيصهم، وتقدم هذه الشركة بوابات جديدة تيوبلس، وتتعهد الشركة بأن النفخ مجانا. الحكومة التركية تستدعي سفيرها لدى ألمانيا، وذلك بعد ظهور صورة لإردوغان، صورة مسيئة على شكل كلب في إحدى الكتب الدراسية في المدارس. وجاء اعتراض الحكومة التركية على أن الصورة لنوع من الكلب الدوبرمان، والاعتراض هنا ليس على الدوبر ولكن على المان. بعد الحوادث المتكررة ومقتل بعض طلبة الجامعات، المجلس الأعلى للجامعات يجتمع ويقرر زيادة تقدير جديد للتخرج بعد الامتياز والجيد جدا والجيد والمقبول. قرروا زيادة تقدير البقاء لله بعد اختيار جامعة القاهرة ضمن أحسن 500 جامعة على مستوى العالم. قرر مجلس إدارة جامعة القاهرة إلى تطوير الخطة من 4-4-3 إلى الأحسن، وذلك للوصول إلى نادي ال100. وزارة التربية والتعليم تدرس تغيير التغذية من بسكوت وعصير إلى قرص وبرتقال وبلح أمهات رحمة ونور. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وبنشكر زميلنا زكي ابو العنين. على ايه يا ميارتي؟ بتشكري ايه؟ زكي ابو العنين ده بنيتوني بيه ازاي؟ يتصل على ابني اقول له شوف النشره يالا، خلي امك تشوفني. ده معلش يا عم شقوب، احنا لازم نشكره برضو. اشكري. عموما نرجع تاني لموضوع حلقتنا، وكنا بنتكلم على التعليم، واكيد التعليم فيه تطوير كبير جدا والتطورات اللي حصلت فيه بعد ما وصلنا للتكنولوجيا العظيمه اللي احنا فيها دلوقتي. يا ميار، الموضوع ده كبير وطويل. أيوة. يعني مشوار بيبتدي من ايام خلق سيدنا ادم. ايوه. سيدنا ادم ربنا علمه، قال له الاسماء. والا لو كان كده كان زماننا مثلا بنقول على البتاعه دي، يا ريت الكاميرا معايا، البتاعه دي كان زماننا بنقول عليها بتاعه، وحضرتك بتاعه. أيوة. والبتاع اللي واقف هناك يعني مش ما فيش اسماء. ايوه. الا ايه البتاعه دي يا ميار؟ ديكور يا عم شقوب. ايوه بالظبط. احنا عرفنا الاسم من سيدنا ادم لما ربنا علمه الاسماء. لما اتولد بقى قابيل وهابيل وبقى عنده الاثنين قد كده ما شاء الله، بدأ بقى يعلمهم الاسماء والحاجات لغايه لما قابيل راح هابد هابيل بالحجر موته. ايوه. هنا بقى كانت بدايه العصر الحجري والكتابه على الحجر. طبعا مش هقول ادينا امثله بقى على الموضوع ده. يعني مثلا انت بتشوفي الاثار الفرعونيه عليها كتابه. ايوه صح، في كل المعابد. ده ما زال موجود. ليه؟ بتلاقي مكتوب بحبك يا ساره على باب المدرسه. ساره واحمد الى الابد. ايوه. اضغط على الزر اللي بره يختفي المدرس. ده غير الحمامات، بتلاقي على باب الحمامات حاجات، بص فوق بص تحت، وروح اقول لك بتبص عليا يا حمار، دي اللي كده. لا يعني بتلاقي، فما زال هذا الطقس موجود في الشعب. طب يا مشاوب ازاي كانوا بيتعلموا في العصر الحجري؟ كان الطالب كان بيروح المدرسه، بس طبعا يبدو ان شنطه الكتب من زمان وهي موجوده. الولد بقى كان بيشيل 4 حجاره، حجر علوم، حجر رياضه، حجر كده، ويشيل 4 حجاره ويروح بيهم المدرسه على كتفه. مكتوب عليهم بقى. لا مامته كانت بتكتب له، ما كانش فيه تاكت. وانا هجيب له زلطه مثلا مش بتكتب له على وياخد ده ويروح بيه. يجي يخش المدرس يروح مطلع الحجره وكاتب عليها، هو ياخد حجرتين او 3 من دول وبيعين حجر. انت قلت 4، ناقص كده حجرين يا عم شقوب، بيعمل بيهم ايه تلميذ؟ لا ده بيشربوهم على القهوه بعد ما يا سيدي من زمان كده يا عم شقوب. لا مش بإشكال بالحجم اللي احنا بنشوفه دلوقتي. الطلبه تروح المدرسه تعين الكتب في الدرج ويقزح من على السور يروح يشيش. المنطق ليه؟ يا مرسي
يا دي النيله يا دي النيله، لا عارفين نتعلم ولا نتكيف في البلد دي. طب يا عم شقوب، ده بقى كان العصر الحجري، العصر اللي بعد كده ايه بقى في التعليم؟ سيبنا بقى من العصر الناشف وتعليني في الطري. هو بقى نخش على البرديات. البردي ظهر وكنا بنشوف الكاتب القرفصاء التمثال بتاعه بيكتب على البردي. كان بيكتب بايه يا ميار؟ ايه بقى؟ بريشه. بريشه. الريشه بقى هي اللي كانت بتستخدم بدل القلم. عشان كده في موسم المدارس كانت اللي مربيه لها 4 وزات تروح نتفاهم وشايله الريش منهم وتروح بيعاهم. كان في شارع اسمه شارع الفراخه، ده كان يتباع فيه الريش وتلاقي عين الفراخ ماشيه مزعوره كده ومنهاش اي حاجه. دلوقتي حاليا اسمه الفجاله. تعرفيش كان بيعوا فجل ولا ايه؟ فجاله ايه؟ اي كلام. ده بتاع الكتب بقى الشارع. وبدا بقى احنا نكتب على ورق البردي ونحفظ كل الحاجات اللي موجوده. الورق كان بيشيل 4 ورقات، يشتغل في ورقتين، وهتساليني عن الورقتين التانيين كان بيرولهم مع اصحابه. هيعمل ايه؟ بيشرب بردي. طبعا مش هقوم هنكمل معاك كلام، بس هنروح دلوقتي لمراسلنا عطا العيوطي من احد الاماكن الغريبه. مساء الخير يا عطا. ده عطا. سيد شقوب هل تسمعني؟ ده عطا ولا كرومبو؟ سيد شقوب. ايه سك ده مربي جديان ولا ايه؟ مين ده يا عطا؟ اذا تسمعني. سأبدأ الآن. سيد شقوب، أستاذة ميار والسادة المشاهدين، إنني الآن متواجد في إحدى البقاع المريبة والغريبة والسرية لنكشف معا أهم وأخطر الملفات على الساحة المصرية. ده عطا؟ أنت عامل ليه كده يا عطا؟ سيد شقوب، إني أخاف أن يكشفني المهربين فيفتكوا بي. لا كمل يا عطا. اتفضل سامعينك يا حبيبي. حلو، ده سبق انه يروح عند المهربين، يا رب ياخدوه. سيد شقوب، أستاذة ميار، هذه المنطقة مريبة ويبدو عليها كل علامات الرعب والخوف والترقب. وأنا واقف الآن، أحد المهربين يمر خلفي وإني مرتعد وخائف وأكاد أن أعملها على روحي. غزوا يا عطا، غزوا. ليس وقت للغز يعني. بقول لك يا هندسة، أمرني. ليك في الكيمياء؟ عفوا، لا أسمعك. بقول لك ليك في الكيمياء، شكلك كده بتحط برفان وواقف لي على الدوران. اخلص، ليك في الكيمياء؟ آسف سيدي، لا أفهمك. بقول لك ايه، انت كده شكلك زليطت معايا في الكلام. بقول لك ليك في الكيمياء؟ قول له يا عطا، صعد فيها مرتين. قول له ليك في الكيمياء؟ اعذرني، لا أفهمك يا أخي، لا أفهمك. طب كلوريد الصوديوم؟ فهمت قصدك، تقصد ملح الطعام. ايه؟ ملح الطعام يا جارع. لا مش كده. بقول لك ايه، شكلك كده هتعذبني. امسك دي كنفها وقب بحته ب50 يا اسطى. اديله 70 80 بسرعه، حته ب50. اديله يا عطا. 50 عفريت. اهرب انت دلوقتي. سأهرب. أي سيد شقوب، لدي السؤال الأول والثاني في مادة الكيمياء للثانوية العامة. أنا الكيمياء شفتي؟ هايل عطا، برافو. اوعى تقول الأسئلة على الهوا يا عطا. أنا عارفك ذكي. لا سيبهم، هقول لك نعمل إيه. خليهم معاك. برافو، ده سبق. كرومبو شغال. إنني الآن في انتظار الجديد. الجديد أتى. choose the correct answer. وات؟ يا عم ما تبقاش ارتفيشال، خليك فيشل. انت عايز ايه؟ معايا حاجه ايزي هتديك عربي وانجليزي. عربي وانجليزي؟ انجز. ماشي موافق. بص، بلاش باريزه كبيره، هعمل لك كيسكاون، حتى من باريز صغيرين. موافق. انجز فاميلي اند فريند. ذهب. برافو يا عطا. بقى معانا ايه دلوقتي؟ سيد شقوب، أخبرك أننا معنا حصريا مادتي الكيمياء واللغة الإنجليزية للثانوية العامة. الله، هو ده. وإيزي وجبنا الإنجليزي. شفتي؟ هاين.
هاين. انت عندك حد في الثانويه العامه؟ يا عم شقوب ابن خالتي في الثانويه العامه. خليه بقى يشتري السيدات من عند عطا عشان لا بس يا عم شقوب هو للاسف ادبي، الحاجات دي بتاعت علمي. ننزل عطا تاني نخليه يروح يجيب من حته مليانه. بس اشكريه عشان الواد يلحق يهرب. برافو يا كرامبو. احنا بنشكرك يا عطا، بس خساره يا عم شقوب، كان نفسي جدا ان احنا يبقى عندنا الحاجات دي على ايامنا، كان زماني دخلت طب يا عم شقوب. يا شيخه طبي من بقك ده، انت كانت عيادتك هتبقى كده. انا شخصيا كنت هبقى اول واحد ابعت لك مرضى. طيب شكرا يا عطا. نشكرك يا عطا وكل الشكر ليك. انا بس عايزه اقول لابناء الطلبه امتحان الكيمياء مش هذيعه، لان خلاص الكيمياء دخل الجدول. عيب. خلينا في الانجليزي بس. ايوه كمل لنا في موضوع التعليم بقى يا عم شقوق. لا التعليم يا ميار ده سر تقدم الامم. وكان من الحكم الصينيه الجميله من كان لي معلما يوما صار لي صديقا دوما. مش زي اليومين دول يا ميار. يقول لك قم للمعلم وفيه التبجيله كاد المعلم ان يكون زميلا. اصحاب بقى نضرب مع بعض. عيب. ايش الكلام ده؟ وجمال الطير في ريشه، وجمال الرجل في علمه. ايه ده الراجل بس يا عم شقوق؟ المرأة احيانا تشاطيش كده بتلاقي يعني. بس اكيد يا عم شقوق انت كنت شاطر في كل المواد. نعم انا كنت شاطر في كل المواد. اذا كان المدرس مش شاطر في مادته انا هتشاطر في كل المواد؟ لا يا ميار حبه حبه يعني. طب في الامتحانات يا عم شقوق انت كنت بتجيب كام؟ مش مهم الارقام يا ميار، لان ده شيء رايح جاي، علاقه بيني وبين المدرس. انما احنا كان عندنا يا ميار الامتحانات كانت صعبه. يعني كان في سؤال اجباري. دلوقتي السؤال الاجباري بيتحط في الورقه. زمان لا، كان الطالب هو اللي يحطه وهو اللي يجاوب عليه. لا كان علم. كنتوا بتتفاجئوا بقى بالامتحانات ولا ايه؟ كان المدرس لما يجي، كان عندنا مدرس اسمه الخوجه. الخوجه ده كان يجي فجأة يخش الفصل يقول لك يا اولاد انتوا عندكم امتحان مفاجئ. طيب عقابا ليكم انا هعمل لكم امتحان مفاجئ على غفله يوم السبت الجاي ان شاء الله. وكنت بتغش بقى يا عم شقوق؟ لا كنت بتفاجئ صراحه. لا اغش ايه يا ميار؟ ما كانش هناك موضوع الغش ده. كان في مراقبين بقى. انا في طول عمر مصر فيها مراقبين بره ومراقبين جوه. احنا متراقبين يا ميار. بس كان في اليومين دول بتلاقي الطالب هو اللي بيراقب المراقب. دلوقتي ما بيسلكش، يروحوا مكتفين المراقب في اللجنه وناقلين. والعمل الجماعي حلو بقى، واقول لك ده عمل جماعي، العمل الفردي لا ينجز، ويخلصوا الورق كله. طبعا مش هقول كلمنا عن التطور التعليمي. الله، التطور العلمي يا ميار بدأ من القلم الرصاص والاستيكه. كانت بدايه لطيفه انك تكتب برصاص او تضرب برصاص وبعدين تمسح بالاستيكه اللي في القلم دي، كانت رائعه. ثم تطور امر الاستيكه وظهرت الاستيكه اللي هي بالفراوله الجميله دي. كانت العيال تمسح بيها؟ لا، كانوا بياكلوها من حلاوتها. كان احساس رائع في التطور اللي حصل. وبدانا بقى نكتب على الكراريس ونصحح الكراريس، وبيحصل حاجات كتير بقى جوه الكراريس من الساده المدرسين. طبعا مش هقول القلم ما كان بيتقصف كانوا بيعملوه بالبرايه. لا برايه ايه؟ لا ما كانش لسه في برايات. كان في موس او كزله، تمسك القلم تقرص عليه وتنحره، تذبحه ذبح وتديله لما يطلع سنانه بره قد كده. هتموتوني عشان تبروا قلم؟ مدفع. صلى على النبي، صلى على النبي. بس يا سيد، ده انت ذبحته كفايه. وبعدين كان في علماء وكان في ناس كتير في مصر يا ميار. العلم يا ميار بصراحه في الفتره القديمه كان في علم وعلماء. انما اللي هرب منهم في مصر ربنا فتحها عليه. يعني فاروق الباز كان ايه في مصر؟ مدرس علوم، صح؟ ايوه مظبوط. زويل الفيمتو ثانيه كان مدرس علوم، وكان هيبقى يجي له مدير غبي يمارس عليه غباءه ويخصم منه الحوافز 100 جنيه ولا 40 جنيه. كان يعيش كده. طبعا مش هقول اكيد العلماء انت بتتكلم عليهم دول لما سابوا مصر اكيد في هنا في مصر علماء برضو هايلين. طبيعي. مصر مليانه، بس دول في الفتره اللي مشوا فيها سابوا اشباه العلماء.
والتجربه ام الاختراع. صعب يا جدعان. شفتي التجربه ام الاختراع، ام الاختراع. ادي العلماء اللي موجودين بيعلم الولاد يعملوا تراكيب زي ننفجر. بقول لك المولوتوف جاي مننا يا عم. طبعا مش هقوب، هنروح دلوقتي الفاصل عشان نرجع مرة تانية نستقبل ضيفنا في الاستوديو الأستاذ صبري مدبولي الحاصل على جائزة تشر أورد. الله برافو. خلاص يا بابا خلاص معلش. 5 كحكات هلا. حد قال لك ان احنا في العيد؟ هلا يخرب بيتك يا بابا مش حضرتك علمتني لما اجيب حاجه اجيب لاخواتي معايا؟ خليك في نفسك يا ابن الذين حسوا. انت هلا يا ده انا عايزك تطلع دكتور. عايزك تطلع، ما تطلعش زي يالا ما تطلعش كهربائي سيريسيون يالا. الله عليك يا بابا انت مثل الاعلى. مشاهدينا اهلا بكم من جديد. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفنا وضيفكم اللي منورنا في الاستوديو استاذ صبري مدبولي. اهلا بيك استاذ صبري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اسمح لي ان انا اقابل شخصيه محترمه وتحصل على جائزه قفل المعلم وفيه التبجيله. اهلا وسهلا عم انت شاوب. مثال يحتذى بيه. اهلا وسهلا ربنا يخليك. حبيبي الحمد لله. احنا عايزين حضرتك يا استاذ مدبولي تكلمنا عن الجائزه بقى. يا الجائزه دي يعني ليها تاريخ يعني الواحد ما بياخدهاش كده يعني بالسهل. طبعا لازم يتعب. انا متابع سيستم كده مع الطلاب اللي عندي واحده واحده خطوه خطوه. أيوة. عشان ربنا يكرمنا الفهم يوصل براحته. يعني انت عارف بقى لما وصلش بيبقى في حل تاني. سامع الصوت ده؟ ده ما بيبقاش في اي حته. فين يا فندم؟ يعني بيبقى على عينه على طول. لا الله عليك. ما هو مش اي حد ياخد الجايزه. طبعا الولد كده يحول مسار، ولو رايح شرطه ولا حاجه لو اهله لهم امل يعني بالظبط. راح الامل. الحمد لله. انا بحترمك دلوقتي اكتر. ده اقل حاجه عندي. كنا عايزين نعرف حضرتك يا استاذ صبري انت بتدرس ماده ايه؟ ماده في حاجه اسمها ماده دي قديمه قوي. لا انا حضرتك وبلا فخر ضليع في كل المواد. ازاي يعني؟ ضليع وبلا فخر. الحمد لله. فخر مات. ضليع في ايه بقى سيادتك؟ يعني عندك رياضيات، لغات، علوميات وبتنجانات، اي حاجه اخرها انت شغال. الحمد لله. انا بدات احترمك اكتر. الحمد لله. طب عموما احنا هنبدا دلوقتي ناخد الاتصالات التليفونيه، ومعانا اول اتصال من استاذ سيد حمدي مسؤول بالوزاره. مساء الخير يا استاذ سيد. اهلا بيكي واهلا بعم شقوق. الله يخليك يا سيد حمدي بيه. واهلا بالعلامه الجليل استاذ صبري مدبولي المحترم. حبيب قلبي عم حمدي. انه من اكفأ المدرسين ومن اعظم الاساتذه. فاذا تحدثنا عن العلم والعلوميات فاننا نتحدث عن صبري مدبولي. ايه يا عم انتوا مدرسه واحده كان جنبك في الفصل؟ ايه العلوميات دي؟ انا اول مره اعرف. جرايه يا اولاد العلوميات ما ينفعش. ده كلام حقيقي يا اخي. لا العلوميات دي ماده، ده حاجات كتيره. حبيب قلبي عم حمدي اتكل انت. حبيب قلبي. اهلا. حبيب قلبي اهلا وسهلا. لا بحترمك اكتر. الحمد لله. طب استاذ صبري دلوقتي احنا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي مواصفات المدرس عشان يكون كفء انه يحصل على جائزه تيتشر اوورد؟ لا اهم حاجه يكون فاطن للمام. نعم. للقمه العيش يعني المام بتاعه. المام. المام. لا مصطلح علمي واضح. لا ولازم يسعى. لازم ربنا يكرمه. لا طبيعي. الحمد لله. والنبي يا جماعه انا بس ثواني يا ميان. ميه يا جماعه انا عطشان. لا ما حدش يجيب حاجه معاه، ما حدش يجيب اي حاجه. اتفضل امسك. ايه دي؟ ميته معايا. دي بتاعت الولاد ولا ايه؟ دي رهن. رهن الواد ما دفعش مثلا الفيزيتا بتاعته. حقي مش تعبت وعرقت واديته الموضوع. عرقت هنا في البيت. حقي. واشرب عرقك. ما تشرب. لا عيب. لا والله باكل حرام. طب احنا دلوقتي مكملين اتصالات تليفونيه، ومعانا اتصال تاني من واحده من اولياء الامور للطالبات اللي انت كنت بتدرس لهم يا استاذ صبري. معانا ام عصام. مساء الخير. مساء الخير عليكي يا حبيبتي.
مساء النور. اكلم سي الاستاذ؟ اتفضلي معاكي اهو. شوفي يا مدبولي، وديني لا طفحك الاكل اللي كنت بتزلطه عندي في الدروس الخصوصيه بتاعت عصام، وهدي عليك بكل قرش لهفته من ابو عصام الغلبان عشان الواد يتعلم. الواد يا اخويا ما بيعرفش يقرا ولا يكتب ولا حتى يحسب. يا ناس منك لله يا مدبولي، اشوف فيك يوم يا مدبولي. ادي عليك بايه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مدبولي. ايه انتم مأمنين الاستوديو ده؟ مأمنين ايه؟ قلب بالاكل يالا، قلب بالاكل بتاع الوليه الغلبانه. امسك اهو. يا نهارك اسود، ده ميوزك اوورد ولا تيتشر اوورد؟ انت خدت الجايزه دي بعد ما عملت كام اسطوانه؟ بتاع 3-4 مليون. ده انت خبطت الهضبه، الحمد لله، ده انت كسرته. الحمد لله. منور بنورك يا عم. طيب معانا اتصال من ابو نسمه. مساء الخير يا ابو نسمه. مساء الخير يا استاذه. نسمه سقطت يا مدبولي، نسمه سقطت يا مدبولي. فالح لي بس تكتب لي ارقامك على كشاكيل العيال. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. المواد اللي بتديها مس ليلى ومس هدى كلهم نجحوا الا مادتك انت يا قرع الكلب. سمعت يا مدبولي يا ابو نسمه، لو كانت سقطت في عدد من المواد النجاح ده نسمه ونصيب ولا ايه؟ معاك انا برضه الحمد لله. بقى انت بتحط ارقام تليفوناتك في الكشاكيل. طب تمضي اوتوجراف تتشر اوورد بقى. تمضي اوتوجرافات. هضبه الكيمياء، هضبه الفيزياء. ايوه، امبراطور التاريخ، دوت الاحياء، دوت القز. ده انت واكل حنه. لا هننقرض، ده انتوا بوظتوا جيل يا الف حمد يا مدبولي. طيب ما بتركزش اصلا، انا مالي. اذا كنت حضرتك مش مركز يا مدبولي غير انك تسرق اكل العيال وميتهم، تركزوا في ايه؟ طب معلش هدي نفسك بس يا عم شقوب. دلوقتي رجع معانا تاني استاذ حمدي. مساء الخير. استاذ حمدي. العذر كل العذر لك استاذه ميار ويا سيد شقوب. هذا المدعو صبري مدبولي نصاب وليس كفء كما تحدثت عنه منذ قليل. وانت كنت فين منذ قليل يا عم حمدي؟ ما انت قعدت تقول ان الجائزه وصبري وقال لك اسرح، انت ما حسيتش؟ انه لا يفقه شيء عن العلم والعلوميات كما ذكرت. وانت كمان بتاع العلوميات يا راجل، الله يسهل لكم. بس يا عم الحاج، بص يا بركه. ايوه هقول لك انا. بص العلاقه بين المدرس، انت اولا بتشتغل يا صبري، ما تتحركش يا صبري. اتقل يا صبري. بتشتغل ايه يا صبري اساسا؟ انا اساسا كهربائي سيارات. ايوه. وجاي تبوظ لنا بطاريات العيال. لا بس يعني صبري. ايوه استعد واجري. يلا يا صبري.